أنا متأكدة إن وصفة النهاردة هتعجبكم جدا زي ما هي عجبتني بالظبط. النهاردة قررت أعمل الملوخية الناشفة بطريقة حلوة جدا، نفس التست بتاعت الملوخية الخضراء. إن شاء الله هتعجبكم جدا، هتديكي نفس اللون والريحة والطعم وقوام الملوخية الخضراء بالظبط، محدش هيفرقها عنها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. كل ما بيحبش الملوخية الناشفة الطريقة دي أوعدكم هتحبوها. سموا الله وصلوا على الرسول ويلا بينا على الفيديو على طول. متنسينيش في اللايك والشير والمتابعة كمان. اول حاجه معايا هنا الملوخيه الناشفه، تقدري تجيبيها فلاحي كده من الفلاحين او تجيبي الاكياس المعبأه من الهايبر ماركت اللي يعجبك. انا هستخدم الملوخيه الناشفه الفلاحي، بينشفوها بقى هم في البيت كده ويبيعوها، بتبقى حلوه جدا جدا جدا. بتتباع في الاسواق عادي جدا او عند العطارين. طيب علشان خاطر الملوخيه دي بتتنشف في الهواء، فبتبقى لما بقى قش وهيش وتراب وحاجات كتيره كده، فانا بحب انخلها الاول على مصفى ناعمه خالص. ما بحبش اخدها طحنه في المطحنه، هتطحن لي معاها اي حاجه موجوده معاها، فانا بحب لا باخدها كده انخلها احسن بكتير، عشان اي حاجه مش عجباني تفضل في المصفى في الاخر. لكن الطحن بيطحن لي كله في قلب بعضه، يعني لو في ترابه او طينه او قشه بتطحن معاها للاسف ما بشوفهاش. فافضل طريقه عشان تطلع معاكي حلوه ان انت تنخليها. هبتدي انخلها كده على المصفى زي ما انتم شايفين، والخطوه دي بتاخدش مني وقت ابدا. عايزاكي تشوفي الفرق ما بين الملوخيه اللي في البوله والملوخيه اللي في المصفى عشان تفهمي انا اقصد ايه. هتلاقي فرق كبير جدا، وكمان قوام الملوخيه بيختلف تماما. اوعي تجيبيها حتى لو جايباها متعبئه في الشركات، اوعي تجيبيها وتحطيها في الحله على طول، لا لازم وضروري تنخليها الاول، علشان اي حاجه فيها مش كويسه تفضل معاكي في المنخل. ابتديت احركها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالمعلقه، وبص ده ناعم ازاي ودي خشنة ازاي. الطريقة دي حلوة جدا. هخلص كل الكمية اللي أنا محتاجاها ونبتدي على طول نخش على عمايل الشوربة. وضروري عشان تبقى الملوخية معاكي طعمها حلو وتديكي طعم حلو في الآخر، ضروري الشوربة نفسها تكون حلوة، يعني تكون شوربة دسمة. يا سلام لو عندك كده شوربة بط أو فراخ هتبقى أحلى بكتير. ومفيش غير شوربة لحمة مفيش أي مشكلة، بس هي أطعم طعم ليها على شوربة البط، بتبقى خطيرة جدا جدا لو متواجدة. هبتدي إن أنا أنخلها كلها أو أنخل الكمية اللي أنا محتاجاها، واطلع اي حاجة مش عجباني كده في المصفى واركنها على جنب، ونشتغل على طول في الملوخية بتاعتنا. بس كده. تعالي بقى شوفي بعد ما خلصت الكمية كلها كانت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلوة جدا وضمنت نظافتها. تعالوا بينا بقى نروح على البوتاجاز. اول حاجة احط قطعة كده من السمنة البلدي زي ما انتوا شايفين. السمنة البلدي هتديها طعم حلو جدا، وعشان الملوخية بتاعتي ناشفة بحب اضيف لها مكعبات بسيطة خالص من الطماطم، بتدي تسكيرة وطعم حلو قوي قوي للملوخية الناشفة بتاعتنا. ببتدي اقطع ربع طماطماية او نص طماطماية قطع صغيرة خالص، مع كام فص من الثوم، وبنزلهم في حته السمنه البلدي اللي انتوا شايفينها دي. بمجرد ما السمنه بتاعتنا تسخن كويس بروح منزلها في صوص الثوم اللي احنا مجهزينها، يعني فصين تلاتة لان لسه في طشه ملوخيه، فعشان ما يبقاش التوم كتير قوي، فصين تلاتة من التوم كده هنزلهم واشوحهم شويه كده يا دوبك يصفروا صفار بسيط، واروح مهديه النار ومنزله الطماطم بتاعتنا وسايباهم على نار هاديه لحد ما الطماطم تدوب كده، يعني تستوي او تتسبك تسبيكه بسيطه. بتطلع السكر اللي فيها وبيبقى طعم الملوخيه لذيذ جدا. الناشفه بالذات بالطريقه دي بتديها طعم حلو جدا، يعني غير الخضرة ما بدلهاش الطماطم والكلام ده كله. بعد ما القوطة كده يعني دابت شوية او اتهرت شوية، بنزل بقى بكمية الشوربة بتاعتنا اللي احنا محتاجينها على حسب ما هتعملي الاكل بتاعك. انا ببتدي احط الشوربة على قد ما انا عايزة. وملوخية واحنا شغالين هقولك تظبطيها ازاي وتعرفي اذا كانت مظبوطة ولا لا، وازاي تخليها تدوب كويس جدا، بس كل حاجة في وقتها. هنزل بالشوربة بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا الفيديو لاصحاب الناس اللي مش بتحب الملوخيه الناشفه او ما بتظبطش معاهم، او العرايس الجداد او المغتربين، علشان ما حدش يجي يقول بتعملي ايه، يعني الله بالله عليكم. فاكيد لو دخل الفيديو فان شاء الله تكوني محتاجاه، وان شاء الله يكون قدمت لك اي فايده لو حتى بسيطه. نزلت بشويه الشوربه اللي انا محتاجاهم بالشكل ده، وهسيبهم على النار يبتدوا يغلوا مع بعض كويس، والطماطم والثوم يستووا كده. وهي بتغلي هضيف لها
يعني ربع معلقة صغيرة من السكر، بتفرق جدا جدا في النتيجة النهائية للملوخية، بتخليها مسكرة وحلوة قوي. رشة كزبرة ناشفة، عايزة تضيفي مكعب مرق ضيفي، انا مش هضيف ولا اي حاجة، كده كافي جدا. هديت النار بقى وهبتدي اجيب الملوخية اللي احنا نخلناها، وابتدي انزل بشوية بشوية منها كده، واقلبها بقى بالشوكة مش بالمضرب، بالشوكة تقوم تلف في قلب الملوخية كويس جدا. يعني حضري جنبك شوكة كده وقلبي كأنك بتضربي بيض، قلبيها لحد ما تلاقي الملوخية دخلت كلها في قلب الشوربة. هتبتدي تشوفي سمكها كده بالكبشة، لقيتيها يعني سمكها كويس خلاص، لقيتيها بقى خفيفة قوي هتبتدي ان انت تحطي شوية كمان، لقيتيها تقيلة هتزودي شوربة. طيب من الاخر من الاخر علشان اللي بيعمل ملوخية لأول مرة، كوباية الشوربة، كوباية او مج الشوربة عليه معلقة كبيرة من الملوخية، هيطلع سمكها حلو قوي. بس انا بحط الشوربة كده بالبركة والملوخية بالبركة. فلو انت بقى بتعاير كده، يعني معلقة كبيرة هرمية مليانة كبيرة من الملوخية على مج الشوربة بتاع الشاي، بس كده هتطلع معاكي زي الفل ومظبوطة. لقيتيها خفيفة هتزودي شوية ملوخية صغيرين، تقيلة هتخففيها بشوية مية. هسيبها على نار هادية بقى، بس مش عايزاها تغلي وتقلب قوي، يعني يا دوبك بس كده تعمل فقاعات، وهطفي النار عليها. وهبتدي بقى ان انا احضر الطشه بتاعتنا، معلقه من السمنه البلدي وحبه توم. طبعا اللي كانت في البدايه دي كنت بطعم الشوربه، علشان طبعا الملوخيه ناشفه غير الخضره خالص، فبطعم الشوربه بالثوم والطماطم والسكر. لكن الملوخيه من غير طشه ما تنفعش، فضروري طشه كده تديها برضو طعم حلو. هبتدي بقى ان انا احمر الثوم مع معلقه السمنه مع رشه الكزبره، واقلبهم مع بعض كويس لحد ما ياخدوا اللون الذهبي المحمر بتاعهم، يتحمروا كده كويس. وهنا الملوخيه خلاص طفيت النار عليها، والثوم خلاص ابتدى يتحمر. هنزل بالطشه بتاعتنا الخطيره بس كده، واروح جايبه بقى شويه ملوخيه في الطاسه، وهكذا لحد ما انزل كل الثوم اللي موجود في الطاسه معانا. خلاص كده، كده ملوخية زي الفل، ريحتها تحفة، لونها حلو جدا، عرقها مظبوط، كل حاجة زي الفل. تعالوا بقى نحضر الطواجن ونصبها وتتفرجوا على العرق بتاعها. خطيرة يا جماعة، جربوها، أنا متأكدة إنها هتعجبكم جدا 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 لما تجربوها. واللي ما بيحبش الملوخية الناشفة بجد هيحبها بالطريقة دي، طعمها حلو قوي، مسكرة، لونها خطير، سمكها جميل، ليها عرق، كل حاجة زي الخضرة بالظبط، متأكدة إنها تعجبكم جدا. ما بضيفلهاش بقى اي حاجه، عايزه تضيفي لها انت عود كزبره اخضر وانت بتعمليها هتضيفي، لكن انا ما بضيفلهاش اي حاجه خالص. هي بس الملوخيه والطماطم والثوم والسكر، الحاجات البسيطه دي. جربوها بطريقتي هتعجبكم جدا باذن الله. هستنى ارائكم تحت الوصفه وكومنتاتكم ولايكاتكم طبعا لو عجبكم الفيديو. ادي العرق بتاعها، بحبكم جدا، حطوها بقى على سفرتكم في رمضان، واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام، مع السلامه.